هنا مات، هنا مات، هنا دمه، هنا مات. هنا وفي هذا المكان بالتحديد كانت آخر أنفاس الشاب حيدر بعد أن هجمت عليه عصابة انهالت عليه بالسكاكين واحدة تلو الأخرى، فذبح على أيديهم وهو يستنجد. شاب طالع على رزقه من الصبح لليل، والعالم كلها تشهد له انه انسان فقير ومؤدب. اجوا عليه بهذا المكان 4 تقريب بيهم، اي، وذبحوه، يعني ذبحوه مثلوا به تمثيل. مشادة كلامية لا أكثر من ذلك كانت السبب بإزهاق روحه، وهو يقود دراجته النارية لتلتف حوله 4 خناجر وسط الشارع العام وأمام الجميع حتى ملئت دماءه. هنا تلقوا هو اجوا من شارع، يعني اللي صارت بمكان معين صارت شجاره او الدحشه اللي وضحت لك اياها، متلقيه هنا بدون تفاهم، قاطعين الطريق عليه واستلموه بالطعنات، طعنه بظهره واصله لقلبه، هنا بنحره واحده، 2 بقلبه، واحده بخاصرته. ترك حيدر خلفه زوجة تبكي مع طفلين صغيرين يحملان ما تبقى من صوره وهو غائب عنهم، حيث لا يعلمان ما ينتظرهما في المستقبل. أما والدته فهي تنعى ابنها الصغير وتطالب بالقصاص من المجرمين أينما وجدوا. ما خلوا به لا فيلم، مظلومة، ناشد رئيس الوزراء، ناشد القضاء العليا، ناشد كل واحد شريف وعنده غيره. لا جهالة الدموع، هاي بنيته تريد ابوها. جريمة أقل ما توصف بالبشعة ضحيتها شاب خرج لكسب لقمة العيش في ظروف صعبة تعيشها عائلته، وهي تنتظر ما تجود به يداه التي مزقتها سكاكين الإجرام دون أي رادع. من كربلاء، جاسم الهميم، التغيير.